السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا طالعين النهاردة عشان نفطر الفراخ بتاعتنا دي اللي انا كنت جايباها يوم 15 رمضان. ودي البط اللي انا كنت شاريها يا حبايبي في نص رمضان. انا كنت جايبة الفراخ دي قبل رمضان بشهر ونص، والبط ده كنت جايباه يوم 15 رمضان. فانا طالعة مع حضراتكم، انا نقلتهم هنا في الأوضة دي اوسع ولازم يشوفوا الشمس علشان البيض. طبعا الفراخ دي يا حبايبي من اول ما بدأوا يبيضوا بدأت اديلهم علف اسمه علف بياض. علف بياض يعني نسبة الكالسيوم والجير فيه اعلى من الاكل العادي علشان البيض. وطبعا اذا ربيت فراخ للبيض لازم تتعرض للشمس، لازم تتعرض للشمس. والبط برضو نفس الوضع، لازم يتعرض للشمس. طبعا انا كنت فاصله الاتنين عن بعض، البط في مكان والفراخ في مكان. لكن دلوقتي جه الوقت ان انا لازم اطلقهم مع بعض كل يوم شويه، علشان زي ما انا قلت لحضراتكم علشان الشمس بتفيدهم جدا جدا في موضوع البيض. لان البيض هم 6 فرخات وديكين. انا كنت جايبه 15 فرخه، انا كنت جايبه 15 فرخه. مات منهم اللي مات بعد ما كبروا الصراحه، مش وهم صغيرين. ودلوقتي انا بوكلهم ايه؟ الفراخ بحط لها علف بياض، والبط بحط له عيش على علف بادي، علف ناهي اللي هو الحبه الكبيره. وهوري حضراتكم انا بحط لهم الاكل بتاعهم هعمله ازاي. بحط العيش واحط عليه ميه واحط عليه شويه من العلف. لازم تحط شويه من العلف، ما ينفعش تسحب العلف مره واحده. لو سحبت العلف مره واحده منهم هيحصل عمليه افتراس. يعني افتراس زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، ان هم يبداوا يشدوا في اجنحه بعض. طبعا انا عالجتهم وجبت لهم كالسيوم كتير من الصيدليه، وجبت حقن لحد ما ربنا حش عنهم، بس برضه لسه فيهم اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم. لسه فيهم برضه بعضهم بيعمل برضه عمليه الافتراس دي. زي ما انتم شايفين حضراتكم الاجنحه بتاعتهم هم شادين اجنحه بعض. ما شاء الله ما شاء الله. انا كنت جايبه 17 ب 300 جنيه، كل اتنين ب 35 جنيه. فبرضه مات منهم طبعا اتنين كانوا صغيرين جدا ماتوا. واتفضل بالحبة اللي انتوا شايفينهم دول. ونحمد الله على اي حاجة ربنا يجيبها. وربي حبيبة قلبي انت وهي في بيتك منهم تاخدي لحم. ومهما تقولي العلف غالي، برضو انت لو ربيتي في البيت هيبقى ارخص ليكي 1000 مرة من انت تشتري من بره. انا اسمع يقولوا ان الذكر البط دلوقتي ب 300 جنيه. ده انت لو عاوزة نفسك في ذكر بط تربيه في بيتك، تجيبي فراخ بط صغير. في ناس بتبيع البطة الصغيرة اللي هي سن يوم 15 جنيه، وفي ناس بيبيعوها ب 17 ونص، وفي ناس بيبيعوها ب 20. أقصى حاجة ب 20 جنيه. فأنا مجهزة العيش أهو، أنا لسه هحط عليه المية وأحط عليه العلف. وطبعا دي عندي الكفرات بتاعت العربيات، الكفرة بتاعت العربية. فأنا حطيتها وحطيت فيها قش بحيث لو الفرخة عاوزة تبيض ولا حاجة. وطبعا برضو لازم أسيب الأوضة مفتوحة لهم عشان لما الشمس تحمي عليهم لازم يخشوا في مكان ظل، لأن الشمس تموتهم. لأن انتوا زي ما انتوا شايفين كده حضراتكم، أنا الغرفة بتاعتي دي اللي عاملاها بسدايب اهي، هي والمطبخ ده حط عليهم خشب. لكن باقي البيت بتاعي زي ما انتوا شايفين حضراتكم اهو حيطاني من غير سقف. اللي ورا ده دي بيوت الجيران، لكن انا بيتي بدون سقف ولا عمدان. لان ما نهضناش، زوجي الله يرحمه ما نهضش يعمل ومات، جاله مرض السرطان الله يرحمه ومات. فزي ما انتوا شايفين حضراتكم اهو البطه انا طلعته في الشمسه على ما ياخدوا على بعض يوم واتنين، على ما ياخدوا على بعض. وبالليل لازم ابيتهم وادخلهم في مكانهم، لان خوف من فار ولا قدر الله عرسه تاكلهم. فاحنا تعبنا فيهم وحرام. فانا هوري حضراتكم وانا بحط لهم العلف اللي انا هحطه. وطبعا انا لسه هنضف المكان اللي هم كانوا نايمين فيه، وهنضف المطبخ. ودي الاوضه دي اصلا كانت نظيفه، اني ما كل اللي فيها كنستها كان فيها عفره بس. فانا هحط قدام حضراتكم اهو، واحط على ميه، بحط ميه على العيش زي ما انتم شايفين كده، بكسر العيش في الميه.
العيش اللي بيفض منك ما ترموهوش، نشفيه وحطيه في كيس او في شوال وحطه لهم. دي العيش بالميه، وهرجع اضيف عليه زي ما انتم شايفين العلف اهو. ده العلف الخشن، ده العلف الخشن عشان يغريهم ان هم ياكلوا الخلطه اللي انت عاملاها. الخلطه دي كويسه جدا جدا وبتكبر البط. لكن الفراخ لو عاوزاها تبيض ما تاكلش من الاكل ده، لان لو كلت من الاكل ده هتليس. يعني ايه تليس؟ يعني تعمل دهون عند فتحه الشرج، فالفرخه عند فتحه الرحم بتاعها الفرخه مش هتبيض. فده احنا عاملينه للبط ولاي حمامه غريبه هينبنا صواب يعني فيها اهو زي ما انتم شايفين. وهروح اجيبهم لانهم مشوا على الناحيه التانيه، هروح اجيبهم علشان ياكلوا. يلا بره 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 بره، يلا بره بره. يلا عشان تاكل. يلا ربنا يبارك للكل يا رب، ربنا يبارك للكل. التربية من أفضل ما يكون ومن أسهل ما يكون. وأنا عملت فيديو تربية الفراخ البيضة، وإن شاء الله لسه هينزل لكم بكرة إذا أراد الله، وتشوفوا أنا بربي الفراخ البيضة إزاي. من أسهل ما يكون تربية الفراخ البيضة، ولا صعبة ولا حاجة ولا تنظيف ولا أي حاجة زي الناس يعني ما متخيلة إنها لازم كل يوم تحط قماشة وتشيل قماشة وتغسل بكلور وتتعب إيديها، واللي صحتها على قدها هتتعب. فأنا مودية البط أهو عشان ياكل أهو. الفراخ راحت جري عليه على الأكل، مع إن الأكل ده مخصص للبط أهو زي ما انتوا شايفين حضراتكم. وهوريكم برضو الكتاكيت البلدي اللي أنا جايباها يوم 6، وأنا فصلتها عن الفراخ البيضة. والفراخ المفروض بدنها تاكل زي ما انا قلت لحضراتكم، الفراخ البلدي بدنها تاكل، الكتاكيت البلدي بدنها تاكل لمده شهر، تاكل لمده شهر علف ناعم، وبعد الشهر نفصل العلف الناعم ونبدا نحط لها علف خشن من اللي انا حطيته قدام حضراتكم للفراخ. ادي الفرخه راحت تتعرف على المكان اهو. المفروض المكان ده انا عاملاه فردة الكوتش دي وحاطه فيه قش عشان الفراخ تدوب فيه. انا باخد بيضتين 2 لا فقط لا غير، لانهم لسه مبشرين بالبيض، لسه مبشرين بيض. هدخل مع حضراتكم واوري لكم الكتاكيت البلدي. انا فصلتها عن الفراخ التانية بسم الله، وحطيتها هنا في البوكسه دي بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم، ادي الكتاكيت البلدي انا مليالها طبعا. ده علف ناعم، ده علف ناعم اهو. وادي الكتاكيت البلدي اللي انا جبتها يوم 6 مع الفراخ البيضة، وفصلتهم لوحدهم هنا هم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك للجميع يا رب. هم زي ما انتم شايفين عمالين يتفطفوا قدامكم هم. انا طلعتهم فوق، والفراخ البيضة بتعوز عناية اكتر، يعني انها كل شوية ابص المية. لكن الفراخ دي ممكن السقاية دي اهي، السقاية اهي يكفيهم اليوم كامل. بملاها مرة واحدة الصبح، والعلافة دي بدنها مليانة زي ما هي، زي ما انتم شايفين حضراتكم. العلف بتاعها اهو، العلف بتاعها ناعم، بدنها ممكن تكفيهم اسبوع اهو، لان البلدي ما بياكلش كتير زي الفراخ البيضاء يا حبايبي قلبي اهو. وربنا يبارك للجميع يا رب، ربنا يبارك للجميع يا رب العالمين اهو. انا حطاهم فوق، وزي ما انتم شايفين صوت الديك، ربنا يبارك لي فيهم يا رب. هم يا حبايبي ادي الفراخ البلدي، الكتاكيت البلدي اللي انا جبتهم يوم 6 مع الفراخ البيضة، مع الكتاكيت البيضة اللي هي الفراخ الوزاري. دول جايباهم مع بعض، بس فصلتهم زي ما انا قلت لحضراتكم، حطيتهم هنا لوحدهم عشان اوسع للفراخ البيضة، وبقفل عليهم كده خوفا من فار ولا عرسة تجيلهم. وادي الفراخ بتاعتي بسم الله ما شاء الله، يا رب يبارك للكل يا رب العالمين. وزي ما انا قلت تشجعي يا حبيبه قلبي، التربيه من اسهل ما يكون، وبتاكل في السن دي بتاكل اي حاجه تحطها لها، ملوخيه، طماطمايه بايظه عندك، تنظيف خضار، اي حاجه الفراخ البلدي بتاكلها. وانت الصبحيه بس تدي لها عيش على شويه علف، عيش ناشف على شويه علف، او عيش طري وتعصريه على شويه علف
اهم بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك للجميع يا رب وانا منهم. ربنا يبارك للجميع يا رب وانا منهم. واتمنى من الله ان انا اكون بفيدكم بحاجة بسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.